ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. فول مدمس على طريقتي. في اسرار حلوه قوي، مش هيسود معاكي وهيبقى زبده من غير اي الوان ولا كركم ولا نشا بقى ولا الحاجات دي كلها. هيبقى زبده وهتعتمدي الوصفه دي معاكي على طول. وكمان هنعمل الدقه بتاعه العربيات، الفول. وفي اسرار حلوه أوي، تابع معايا لاخر الفيديو. انا هنا كنت جبت نص كيلو من فول البلدي. آه، وكبشة نقعتها قبليها بليلة. يعني 12 ساعة، ممكن تنقعيها قبل ما تنامي وتقومي الصبح تلاقيه بقى كويس معاكي. نفش. وكمان هتجيبي كبشة كده من فول المدشوش. ده بيدي بقى، ده سر القوام، ده سر ان هو يديك قوام حلو. كبش كده برضو تنقعيها قبلها بليلة. وهتحتاجي جزرة كبيرة، وهتحتاجي كبشة عدس على نص كيلو. تغسليهم وتحطيهم كلهم مع بعض في قلب حلة، في قلب فوالة اللي متوفر عندك. يعني انا كنت عاملاها في بتاعة اللبن، اللبانة. غليت المية ورحت جاية بعد ما ضفت كل المكونات على بعضها، ضفت عليهم المية وعصرت عليهم ليمونة كبيرة. دي نص ليمونة، انا عندي ليمون كبير قوي، فدي نص ليمونة حلوة بمعدل ليمونة. وبقى كنت غسلها كويس ورحت جايه حطاها فيها وسبتها تغلي، واديتها تقليبه كده. وحطيت عليها بعد كده، بعد ما غليت معايا، رجعت حطيت عليها طماطمايه. حابه تضيفيها ماشي، مش حابه برضو مفيش مشكله، هي بتدي طعم حلو. هتبداي تقلبي وتخلي النار شمعه شمعه. انا سويته لما بياخد معاكي من 6 ساعات ل 8 ساعات. كل ما تقعديه اكتر على النار بيدي معاكي طعم حلو قوي، بيبقى زبدة، بيبقى طري وطعم حلو يعني. المهم يعني هتخليه شمعة، هو مش بياخد غاز كتير عشان انتي بتخليه شمعة كده. في بعض الاحيان كده كل شوية تبصي عليه تشوفي لو قل من المية شوية تحطي مية. بس ما بضيفش اي مواد عليه تاني، اكتر من كده ما بضيفش. وبعد كده بعد ما بيستوي معايا زي ما انتم شايفين كده، ده لونه بيبقى جميل وطعمه خطير. جربيه، مش هتبطلي تعمليه بالطريقه دي. وهيفضل لاخر فولية معاكي بيضه، مش هتسود خالص. طبعا انا كده كنت كيسته، طبعا نص كيلو هيعمل معاكي كميه. انت لو رحتي جبتي الكيس ده من بره مش اقل من 7 جنيه. فانت الكمية دي اتعملت معايا 8 اكياس، غير الطبق اللي عملته تاني يوم للفطار، يعني 9 اكياس. بتقسميه على حسب الوجبة بتاعتك وبتشيليه في الفريزر، وبتطلعي منه كل ليلة. مش هتحتاجي على الفطار الصبح، تطلعي منه كل ليلة يسيح. وتبداي تعمليه، مش هتلاقيه اسود، ما تخافيش مش هيسود معاكي. هتبداي، انا شلت شويه دولت للفطار تاني يوم الصبح. هحضرهم معاكم واوريكم انا حضرتهم ازاي. كده انا كنت كيستهم وهرصهم في الفريزر. الاول تاني يوم الصبح قمت عملت الدقه. بحتاج هنا زي تومية صغيره مفرومه، عليها 3 معالق او قرنين فلفل احمر كبير. هبدأ بقى في البهارات بتاعتي. احط كمون وكزبرة، معلقة كمون ومعلقة كزبرة ماشي، ومعلقتين خل او ربع كوباية خل، يعني على حسب ما انت بتحبي الخل قد ايه. عصير 3 ليمونات. وتقلبي وتضيفي شوية مية. انا ما بحبش هنا اضيف ملح، ممكن تضيفي ملح. انا ما بحبش اضيف ملح لسبب ان انا مش بحب املح، انا الحاجة بتبقى بره، الملح بحب يبقى بره. ممكن تضيفي ملح وتدوقيها. الطحينة بتاعة العربيات بقى مش بيخففوها بمية خالص، بيخففوها بزيت. لو الصوت واضح معايا عرفوني. بخففها كده بزيت، ما بضيفش عليها اي حاجة تاني، لان الدقة اللي احنا عاملينها فيها كل حاجة، فيها كل التوابل اللي محتاجها الفول. كده انا جبت الفول تاني يوم اهو، مسودش اهو يا جماعة ماشي. وهبتدي اهرسه. ممكن لو تضربيه بالهاند بلندر، ترسيه بهرسة فول بشوكة زي ما انت حابه. انا هرسته كده بسرعة، وهبتدي اضيف الملح بتاعي
طبعا هضيف الكمون والكزبرة والدقة دي تاني يوم بقى بتدي طعم خطير لو سبتيها كمان. ضفت هنا، كنت ضفت بقى من الدقة ديت وضفت الطحينة، وابتدي كده اضيف شطة. انا ضايفاها هنا للتزيين، ممكن تحطي الشطة دي في الدقة لو انتي من النوع اللي بتحبي الشطة قوي. انا ضايفة حاجة بسيطة للتزيين بس. ده شكل الطبق. لو جربتيه بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليه، هتدمنيه. اتمنى انتوا تجربوه وتقولوا رأيكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.